يا صباح الخير أو يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني كتير اقسم بالله. وده فلوج اول يوم كلية بإذن الله تعالى. طبعا صحينا من النوم بدري جدا عشان نلحق نخلص نفسنا ونجهز نفسنا. رجعنا الحمام، رحنا اتوضينا وفردنا المصلية وصلينا صلاة الفجر. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صلينا الفجر الحمد لله، يلا بينا بقى عشان نجهز هدومنا عشان ما نتأخرش. طلعنا الاوتفيت الجامد بتاعنا والبس يلا هدومك، يلا بينا عشان ما نتأخرش على اليوم جامعة. طبعا لازم نلتزم ولازم نجهز الاي دي والحاجات اللي هطلبها منك في البوابة، واكيد لازم نتظبط. ولو ما دوستش لايك لحد دلوقتي ما تنساش اللايك. واخيرا بعد طول الانتظار نزلنا وفطرنا الجامعة دلوقتي. قبل الجامعة طبعا لازم نحود ناكل عشان نبقى مركزين. حودنا على مطعم فول وفلافل وجبنا الاكل الحمد لله بعد طول انتظار. طبعا هنا واحنا بناكل والحمد لله قضينا على الاكل، وبعد كده توجهنا لكوبايه قهوه اكيد مش هننساها لان احنا طبعا مطبقين من امبارح. كوبايه قهوه الجميله، وبعد كده رحنا الجامعه الحمد لله مش متاخرين خالص 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 على البوابه. وانصحك ما تنساش الاي دي عشان ما يحصلش معاك مشكله، الحمد لله ما نسيتوش يعني. بعد كده خلصنا، وعايز اعلق بس على حاجه، ازاي يعني اخد اول يوم محاضره 4 ساعات وانا رايح اصلا مش عارف فين طريق الكليه. انا بسالهم فين، وجهوني للطريق ويلا محاضره 4 ساعات، مش فاهم اللي هو ازاي. بس الحمد لله يعني خدنا محاضره الصراحه استفدت وكانت جميله جدا. فالاول بعض التعليمات، وخدنا ماده اسمها فارماكوكونيزي، وخدنا فيها بعض العقاقير، اسمها ماده عقاقير اصلا. خدنا فيها جيلاتين وخم ولف بعض الادويه، واسم الفارماكوجونيزي دي عامله ازاي، ومصادر الدواء النباتات والحيوانات، وحاجه اسمها مينرال. وبعد كده خدنا بعض الحاجات في الماده يعني، والحمد لله فهمت جدا من الدكتوره. واكيد كان في تعليمات ان انت ازاي تمشي في الكليه، وازاي الجدول بتاعك هيكون، وما تتاخرش على اي امتحان والكلام ده كله. الصراحه كانت محاضره لذيذه بس طولت حبه زياده عن اللزوم. وخلصنا المحاضرة، وطبعا مفيش حاجة اسمها البان ومفيش تليفون ومفيش واي فاي، وازاي ما نسجلش المحاضرات. بس عادي انا فهمت ليه يعني. بس مفيش تسجيل محاضرات عندنا في كلية صيدلة خصوصا، مش في اي كلية عشان محدش يفهم غلط. الحمد لله بعد التعب كتير ده لازم نروح نصلي. توجهنا المسجد وصلينا الظهر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله طبعا خلصنا صلاة الظهر، ويلا يا حبيبي عشان في محاضرة ماس كمان لسه. طبعا هنا بنجري عشان نلحق المحاضرة، وفجأة لقينا المحاضرة انتهت وخلاص. ولكن الحمد لله يعني لقيناها هتتعوض بكرة بإذن الله في أي وقت في جروب تاني يعني. طبعا الجماعة اللي كانوا معايا مشيوا لأني تقريبا مفيش غير كلية صيدلة هي اللي خدت محاضرات النهاردة. سألت أسنان ما خدوش، سألت تمريض ما خدوش، سألت كليات تانية كتير تقريبا ما حدش خد غيري. طبعا مفيش غير إن احنا نروح ويلا بينا يا حبيبي على السكن. الجماعة روحوا، هنروح لوحدنا، مش حافظ الطريق قوي، لسه أول يوم فأكيد هنتوه. بدل ما خدنا شمال توجهنا لليمين، والحمد لله تهنا يعني وكده زي ما انتوا فاهمين. المفروض نرجع للشمال بس دلوقتي هنتجه للطريق الصحيح. ولو انت وصلت لحد دلوقتي من الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان في فلوجات كتير جايه. وبعد طول المعاناه الحمد لله وصلنا للسكن، ويلا بينا عشان ننام عشان من الاخر تعبنا جدا جدا وكان يوم جميل مرهق. ويلا بينا، سلام.